بجد يا جماعه الدبان ليه؟ هو ده سؤالي، انا عايز اعرف كده الدبان ليه الدبان؟ كنت بقلب في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت وجي قدامي جنازه وعزا ابو الكابتن محمد الشناوي. فطبعا انتوا شفتوا اكيد موضوع الصحفيين والناس اللي بتروح تصور في العزا، اي عزا مشهور والحاجات دي. فالموضوع دوت نور في دماغي فكره الاستغلال. انت اول ما تسمع كلمه استغلال هيجي في دماغك حاجه وحشه، ان هو حاجه وحشه، بس في استغلال ايجابي. يعني في استغلال سلبي وفي استغلال ايجابي، هنتكلم على الاثنين النهارده، وبشكل او باخر انا وانت بنعرف نستغل، يعني انا وانت استغلاليين برضو. بس خلينا نبدا بالاستغلال السلبي او الاستغلال اللي كلنا بنشوفه وحش. رقم واحد، وده نوع ظهر مع ظهور السوشيال ميديا، المصورين طبعا والصحفيين النص لبه اللي بيبقوا موجودين في اي عزا حد مشهور. ده اسوأ استغلال شفته في حياتي بعد استغلال الكيان لحاجه مش بتاعته. يعني الكيان مستغل حاجه هي مش بتاعته، ارض مش بتاعته، عشان هو عايز حاجه معينه. الناس بتوع العزا بقى والحاجات دي في المرتبه الثانيه على طول بعدين. انا فعلا معرفش الناس دي مين، معرفش الناس دي مين وازاي وبيظهروا امتى، وهم ازاي بالاعداد دي، وازاي بيعرفوا ميعاد العزا، وازاي بيكونوا موجودين قبل ما، غالبا بيعرفوا قبل ما الشخص يتوفى، استغفر الله العظيم يا رب. يعني بيبقوا موجودين عند بيت الشخص اللي توفى، بيبقوا موجودين في العزا، بيبقوا موجودين في التراب كلهم، ما تعرفش ولا واحد فيهم، عمرك ما شفت وشه. يعني الناس دي بتتغذى على الموت، فاهم؟ زيهم زي الحنوتي بالظبط. يعني الناس دي ما يفرقش معاه مثلا فرحك او فرحه، هو فرحه ذات نفسه ما يفرقش معاه، بس يفرق معاه مثلا ايه، حد يجي يقول له مثلا ده ابو الفنان محمود السوهاجي توفى، اسعد يوم في حياته. ده النهارده عيد، في تغطيه حصريه هتحصل النهارده اللي هيحصل في الجنازه. اللي هو ايه اللي هيحصل في الجنازه؟ واحد هيتدفن، ده اللي هيحصل في ده الحاجه الحصريه اللي انت ما تعرفهاش. في واحد هيتدفن النهارده. طب هل مثلا هيتدفن بطريقه كرييتيف او العزاء يحصل في اي حاجه كرييتيف؟ لا، معروف، لا، هيروح يتدفن عادي والعزاء يكون فيه مقرئ وناس بتعزي، بس مفيش اي حاجه كرييتيف هتحصل في العزاء. هو مش بس رايح يصور ويسكت، يعني هو مش رايح يفتح الكاميرا ويقف كده يصور ويسكت، لا، ده بيدي شويه تصريحات وشويه تعليقات. بيعدي خفه دم الكابتن ايمن الكاشف وهو بيعلق على ماتشات الاهلي، بيقعد يقول وزن وقافيه كده، حاجات غريبه جدا. الناس بقى اللي رايحين العزا دول مش بيكتفوا بس ان هم يروحوا يصوروا ويسكتوا، لا، هو رايح كمان عايز ياخد من اهل المتوفي تصريح. بعد اذنك يا استاذ، انت ابوك لسه متوفي دلوقتي، بس انفراد، انا عايز انفراد، بس اديني تصريح يكسر السوشيال ميديا. يعني الحاج مات ازاي؟ طيب يعني قال لكم حاجه قبل ما يموت؟ الورث هتاكله ولا هتقسمه مع اخواتك بالحق؟ انا عايز تصريح، انا عايز انفراد، بدل ما هنزل بوست واكتب عليه شاهد الفنان كذا كذا بياكل ورث اخواته، هفضحها. وانا بستغرب الكابشن اللي هم بينزلوه على الفيديوهات، بينزلوا اغرب كابشن انت ممكن تشوفه في حياتك. عاجل شاهد بكاء الفنان اشرف مدكور على ابوه منصور مدكور. في بقى استغلال تاني ودوت برضو ظهر بعد ظهور ميوزيكلي وتيك توك وظهور السوشيال ميديا عامة. العيال بقى اللي بتستغل وسامتها. الصراحة انا واحد منهم. الصراحة انا بكذب، انا كان نفسي الصراحة بس مناخيري رفضت الموضوع ده. يعني العادي والطبيعي من وقت انسان الكهف وانسان الغابة ان الست هي اللي كانت بتجذب الراجل، يعني الست هي اللي بتحاول تعمل نداء تزاوج والراجل هو اللي يجي لها. يعني الست المفروض هي اللي بتستغل وسامتها او جمالها او شكلها او ايا كان عشان تجذب رجل الكهف او انسان الغابه. يعني مع ان زمان وقت انسان الكهف والحاجات ديت هم ما كانش عندهم لبس، ان هم اللبس بتاعهم كان حوالي قطعتين للرجاله، قطعه ورق شجر قدام وقطعه ورق شجر ورا. الجناب بتبقى مفتوحه مش مشكله، فاهم؟ الستات طبعا بتبقى 4 قطع، 4 ورقات شجر. فكانت الست بتاعت الغابه ديت عشان تجذب رجل الغابه بتستغنى عن ورقتين شجر. وده مشهد تمثيلي لرجل الكهف وهو بيستغل وسامته. من 2018 بقى والايه اتعكست من وقت ظهور الميوزيكلي، وبقى الراجل هو اللي بيعمل نداء التزاوج ده، فظهر علينا موجه استغلال الراجل لوسامته. فبقيت تلاقي الرجاله كلها على تيك توك ماشيين عاملين كده، اللي هو وش ديفيد بيكهام اللي كان بيتحط على محلات الحلاقه في 2009، او وش زين مالك لما كان لسه في وان دايركشن والحاجات دي. هم بيبقوا ماشيين عاملين كده. الصراحه انا عايز اقول لك ان وشك يتقلوظ، بس انت بقى هتكمل حياتك كده؟ يعني انت هتكمل حياتك عامل كده؟ يعني لو بتيجي تضحك بتضحك كده؟ لا بجد وشك يتقلوظ. الصراحه لو حد شافني بعمل الحركه ديت قبل كده او متصور بيها، طب كلنا بنغلط، يعني هنعمل ايه؟ في بقى استغلال كده مش اي حد بياخد باله منه، استغلال الواد اللي بيبقى عايز يوصل رساله، الواد اللي ما عندوش اي حاجه بس جاي الدنيا ديت يوصل رساله، هو بس اللي هو عايز يوصلها. يعني هو ما حدش طلب منه ان هو يوصلها، بس هو لازم يوصلها. الواد دوت بقى هتلاقيه فين؟ هتلاقيه مثلا في بوست فايرال على فيسبوك، البوست مثلا بيتكلم عن الصلع الوراثي، هتلاقيه هو الواد دوت بيكتب اول كومنت
وبيكون اكتر كومنت جايب لايكات. الواد ده بقى بتبقى ايه رسالته اللي عايز يوصلها في البوست دوت عن طريق بوست اللي بيتكلم عن الصلاه الوراثي؟ جماعه الكومنت دوت عدد محبين سيدنا ابو بكر الصديق. طب ليه هنا؟ ليه في البوست بتاع الصلع الوراثي؟ وانت مش المفروض زاهد في الدنيا؟ ايه اللي مخليك تعمل لايك لصفحه بتتكلم عن الصلع الوراثي؟ ما تقراها عادي. الواد دوت برضه هتلاقيه ظاهر في فيديوهات رورو البلد مثلا، الفيديو معدي 900 مليون مشاهده، فيديو وهي بترقص طبعا، اكيد ما كانتش بتدي دروس فقه. الواد دوت بقى هتلاقيه هو التوب كومنت على تيك توك، بيبقى داخل بقى مستغل الفيراله بتاع البوست دوت وداخل يوصل رسالته بقى. هل صليت على النبي اليوم؟ لا، يعني انا استغفرت، يعني بعد ما شفت الكومنت بتاعك وشفت الفيديو انا استغفرت وصليت على النبي طبعا، بس انا محتاج استغفر، ومحتاج انت كمان تستغفر وتعمل بلوك ليها. انت بتعمل ايه هنا؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا صليت على النبي بس مش هنا، بس مش في الفيديو ده. يعني الفيديو فايرال بسببك، يعني الكومنت بتاعك بيبقى جايب مثلا 200,000 لايك، يعني في 200,000 واحد ما شاء الله صلوا على النبي، بس في الفيديو ده انت فاهم؟ انت عملت ايه؟ انت عملت الحسنه والسيئه في لحظه واحده. تلاقي مثلا الواد ده برده بيستغل البوستات المفيراله والفيديوهات المفيراله مثلا لاي حد عادي، واحده بتعمل ليبسينك او بترقص او بتعمل اي حاجه، يا جماعه انا ختمت القران، قبل الفيديو ولا بعد الفيديو؟ قبل الذنب ولا بعد الذنب؟ نفس الواد ده برده بيعمل كومنتات اللي هي من نوعيه جيش سيدنا محمد فين؟ موجود، جيش سيدنا محمد موجود بس مش هنا، مش على الفيديو بتاع سوزي الاردنيه. جيش سيدنا محمد ايه اللي هيجيبه في الفيديو ده؟ وليه؟ اتجمعنا، يعني اتجمعنا تمام، انا معاك اتجمعنا وعملنا لك 100,000 لايك على الكومنت بتاعك، ها الخطوه الجايه ايه؟ هنروح فين؟ في نوع بقى تاني يا جماعه من الاستغلال، ودوت الصراحه من اسوأ انواع الاستغلال اللي انا شفتها في حياتي. ما اعرفش الناس ديت بيبقى عندها قلب ازاي، يعني ضميرهم ميت حرفيا. بيبقى في بنات طالعه كده في فيديوهات بتعيط، طالعه في الفيديو بتعيط ميته من العياط، وشها وارم من كتر العياط، فاهم؟ متدغدغ وبتستنجد، يعني هي طالعه في الفيديو بتستنجد، الحقونا يا جدعان مثلا، ابويا توفى يا جماعه النهارده ادعوا له. البت ديت اللي انا بتكلم عليها الاستغلاليه دي، بتخش في اول كومنت: حبيبتي ربنا يصبرك كلنا معاكي، المسكره منين؟ حبيبتي اللهم امين، المسكره من شيء، المسكره من شيء يا روح امك. سيب لك البرومو كود بتاعي في الكومنتات، نور 77 استخدميه. اللهم امين. بتلاقي مثلا بنت تانية برضو، الموضوع دوت انا بشوفه كتير مع البنات بالذات، يعني ما شفتش ولد بيعمل كده، لان دي حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا. جماعه انا وهيثم جوزي انفصلنا بعد ما خلفنا 19 عيل، وكل شيء بالاسم والنصيب يعني، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نفس البت بتاعت المسكره منين بتخش لها برضو في الكومنتات: حبيبتي والله كلنا معاكي ما تزعليش، السكيرت اللي انت لابساها ديت منين؟ انا عايز اقول لك منين بس مش هينفع عشان ممكن اتحبس فيها، بس كلنا عارفين هي منين. من شيء ان برضو مع المسكره، هما جايبه الاثنين من نفس المكان. البرومو كود بتاعي مش هقوله لك عشان انت ما تستاهليش، انت تستاهلي الوقت حلال فيك. في نوع بقى تاني استغلالي طبعا، والنوع دوت حلال فيه الوقت بجد، ودوت يعتبر من اسوأ انواع الاستغلال برضو اللي انا شفتها في حياتي. انا عارف ان انا قلت على كل الانواع اسوأ استغلال، بس هم كلهم فعلا اسوأ استغلال. العيال بقى اللي بتنزل لها ستوري في عيد ميلادها وتاخده سكرين تنزله عندها وما يردش عليك، وما ردش عليك في السكرين، وما ردش عليك في الشات، ما بعتلكش اي حاجه، ما عبركش. طب وانا يا ابن الورمه يا حبيبي، انا كتبت لك مقال صاحي من الصبح بدري، بكتب لك مقال وبداته لك والله انت عارف اللي فيها، بس بعدها كتبت لك، انت فاهم الموضوع صعب قد ايه؟ وحتى لو رحت خدت البوست كوبي من على الفيس وجيت حطيته لك في ستوري، عبرني، اعمل لي لاف على الستوري على الاقل. انت انا شفاف، انت موتني بالحركه بتاعتك دي، انت موتني. انت متخيل المشهد؟ يعني انا بشوف المشهد كده. يا اخويا من غير كلام كتير، انت عارف اللي فيها، كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك، وباذن الله السنه دي تحقق كل اللي نفسك فيه. من غير كلام كتير، انت عارف انا بحبك قد ايه. يا ابن الورمه يا مستفز، الواد ده هو اللي كان في ابتدائي معانا كلنا، اللي كان بيخبي الورقه بتاعته. الواد دوت كانت امه بتعمله السندوتشات البانيه، وكان بينزل ياكلها في الحمام، بياكلها في الحمام، في اعفن حمام ما حدش بيخشه، اللي هو بيبقى الحمام واقف فيه، ما حدش بيسيب فيه خالص، الحمام واقف فيه، هو كان بيخش ياكل سندوتش البانيه في اوسخ مكان، في الريحه المعفنه المنتنه، عشان ما حدش ياخد منه حته. الواد دوت كبر وبقى هو اللي بياخد السكرين بتاع العيد ميلاد وما يردش عليك. في بقى استغلال تاني، والصراحه الاستغلال دوت برضو انا يعني بحبه شويه، هو استغلال السلطه الوهميه
مش السلطه العاديه. السلطه العاديه انت تمام حقك، انت تعبت راجل دخلت شرطه ولا حربيه، استغل السلطه براحتك. في بقى السلطه الوهميه دي بقى بنلاقيها فين؟ بنلاقيها مثلا في الواد بتاع رئيس اتحاد الطلبه. الواد دوت بيبقى معاه 124 بنت، بيبقى اقدم من المدرج، يعني هو اقدم من مدرج الكليه. كل الدكاتره زمايله كده، كل الدكاتره بيخرج معاهم بالليل على القهوه كلهم، بيسقطوه الصبح لان هو بقاله 34 سنه في الكليه. بس الواد ده هيستغل سلطته عليك بقى، ما تعرفش تتكلم معاه. هو بيكلم بنات بس اولا، وبيستغل سلطته عليهم برضه، بس هي سلطه شرعيه لان هو حافظ تراب الكليه. الواد ده بيبقى حافظ المنيو بتاع كل الكافيتريات اللي موجوده في الجامعه. فيعني استغليه، لو انت عرفت تستغل الواد ده تستغليه، ده استغلال ايجابي يستاهل. وده مشهد الواد بتاع اتحاد الطلبه لما قابل ابتسام اللي لسه داخله الكليه جديد. ازيك عامله ايه؟ جديده معانا طبعا، باين عليكي خسه، باين عليكي قوي انك جديده معانا. دكتور محمود؟ دكتور محمود بيجي النهارده 3 و4، 3 و4 دقايق بالظبط بيكون موجود. النهارده التلات؟ لا التلات بيجي 3 و9 دقايق و20 ثانيه. لا دكتور محمود ده حبيبي يعني، انا متابعه. بس هو النهارده بيتاخر لان عنده مشكله في الريداتير بتاع البنزين، بينقط على العفشه، بيولع الدنيا. عندك مشكله معاه؟ لا هحلها لك طبعا، دكتور محمود ده حبيبي يعني. بس هقعد معاه بره يعني، لان هنا لا هو انا اصلا انا لسه معايا مادته لحد دلوقتي، انا شايلها كل سنه بشيلها. هقعد معاه بره النهارده على القهوه احل لك المشكله. رقمك ايه؟ 012؟ دي غنيه طبعا. ماشي، لو كده نتقابل النهارده قبل ما اقابل دكتور محمود. في بقى نوع تاني من انواع استغلال السلطه الوهميه، وده الصراحه كان عندي وانا صغير. استغلال السلطه الوهميه بتاعت انك واقف على الفصل او انت قائد الفصل. دي الصراحه متعه محدش جربها غير اللي عمل الموضوع ده. يعني دوت الشخص اللي مر بالتجربه دي ما يلزموش خالص ان هو يكون مثلا عقيد في الجيش، مش مهم خالص معاه مثلا لو هو بقى لواء اركان حرب، مش مهم خالص لان هو عدى المراحل دي. الواد دوت وهو صغير كان بيسكت فصل، فاهم؟ لا يتكلم انا هكتب اسمه على السبوره. انت متخيل بقى لما يكون اسمك على السبوره ولو كتبته بالاحمر؟ يعني لو كتبت اسمك بالاحمر، انا معايا قلمين، الاسود والاحمر. الاسود دوت جنحه، جنايه بقى الاحمر ده لو كتبت اسمك بالاحمر كده انت خلاص كده فصل من المدرسه او استدعاء ولي امر، وهتاخد انت وابوك عقاب تتذنبوا في الطابور قدام الناس، وابوك ينزل واحده سكوات كده. صعبه جدا. البنات بتاع الفصل كلها بتحب الواد ده لان هو مسكت الفصل. انتوا كلكم هتتجمعوا عليا وتضربوني تحت في الفسحه، بس انا للحظه ما كنت مسكتكم رعب. في بقى نوع صعب جدا من انواع الاستغلال برضو انا ما بحبوش وما اتمناش اللي هو يحصل لألد اعدائي، وهو استغلال الناموس لجسمنا ولجلدنا. يا جماعه هو الناموس ليه؟ والدبان ليه بجد؟ يعني ليه؟ المشكله انت عارف انت الناموس اللي بكلمك، انت عارف انت لو راجل، انت لو ذكر تعالى لي قابلني في وشي، يعني ما تغفلنيش، ما تستناش لما انا مثلا اجي اغفل كده وتقوم انت جاي واخد اللي انت عايزه وتمشي. انت استغلالي لاوسخ درجه. المشكله ان انت حرامي متحرش ومش راجل. يعني انت عارف انت فيك كل الصفات اللي ما ينفعش تكون موجوده في حد. انت بتيجي تغفلني وتجري. لو راجل تعالى قابلني قول لي يا اسطى بعد اذنك انا مزنوق بس في ايه، في مصه، فاخد حته وامشي، خد براحتك، لكن ما تستغلنيش، ما تغفلنيش، انا ما بحبش التغفيل. فانت ما تجيش تغفلني وبتسيب فيه علامه، يعني بتطلعني اجرب قدام الناس برضو واقعد اهرش قدام الناس. يعني انت بتطلعني في اسوأ صوره ليه وبتضايقني؟ انت مين اللي اذلك انت في حياتك انك تيجي تغتصب ايدي وتخرم ايدي كده ليه يا حبيبي؟ يعني انا ما اذيتكش، انا لو حطيتك في دماغي مش هقدر اعمل لك حاجه الصراحه. انت كتير جدا ومستفز. ويا جماعه الدبان ليه؟ الدبان بجد، الدبان دوت انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي الدبان بجد. يا جماعه الدبان ليه؟ هو ده سؤالي، انا عايز اعرف كده الدبان ليه الدبان؟ حد يرد عليا يقول لي ليه الدبان؟ انت اكتر كائن مؤذي انا شفته في حياتي. انا ما اخافش من قرش، اخاف من دبان. هو ايه المغري؟ يعني انت عارف مساحه الكون قد ايه؟ انت عارف مساحه الكون كبيره جدا. انت ايه المغري في خرم مناخير اللي انت جيت دخلته؟ ايه المغري في حته الودن، فتحه الودن دي عشان تيجي تخشها؟ انت فاهم الكون قد ايه يا مستفز يا بنت المستفزه عشان انت تيجي تخشي لي في الحته دي؟ انت مجنون يا حبيبي. وطبعا الدبانه الجميله جدا اللي هي سابت الميه اللي في الكون كلها. انا عارف طبعا مقدر ان انت عطشانه جدا، بس انت عارفه مساحه الكون قد ايه من الميه؟ بقول لك 71% من الكون ميه. انت متخيل ده قد ايه؟ انت سبت كل الميه اللي في الدنيا كلها، وسبت كل الحاجات الوحشه اللي في الدنيا والزباله والورد، وجيتي خدت بق من كوبايه الشاي بتاعتي. والمشكله ان انت مش بتاخدي من اي كوبايه شاي، انت بتاخدي من احسن كوبايه شاي انا عاملها في حياتي. هو لو انا عامل الكوبايه مش مظبوطه استحاله يجي جنبها، لكن لو انا عملت الكوبايه مظبوطه وخدت اول شفطه وطلعت حلوه خلاص جميع الدبان اللي في الدنيا هيجي يتجمع على الكوبايه دي.
ليه يا ابني المستفزه؟ انا عارف انك عطشان، بس يا حبيبي الكون 71% منه ميه، روح اشرب ان شاء الله، تشرب تخلص ميه النيل مش مشكله، بس ما تشربش من بق الشاي بتاعي. في بقى نوع من الاستغلال تاني، وهي العيال اللي ما عندها ثقه في نفسها. غالبا العيال دي بتبقى عامله مولت وبتلبس سكيني، ما بتلبسش اوفر سايز على عكس العيال التانيه. العيال دي بتستغل حاجه برضو وهميه جدا، وهي الجمعيه اللي امهم اديتها لهم عشان يروحوا يقبضوا ام هيثم اللي ساكنه جنبيهم. الواد ده بيستغل بقى الجمعيه ديت ويعمل بيها كل اللي هو نفسه فيه في حياته، بس كله وهمي، يعني كله بيروح بعد 3-4 ثواني بالظبط. طبعا الواد دوت بيعمل 34 فيديو على تيك توك بسبب الفلوس ديت اللي هو رايح يقبضها الواحده. بيمسك 5000 جنيه في ايده وينزلك طبعا المليونير اللي صرف مش اللي حوش. صح كلامك صح، بس انت ولا ده ولا ده، انت ولا المليونير ولا اللي صرف ولا اللي حوش، انت ولا واحد من دول خالص، انت عادي، انت ولا حاجه، انت ولا حاجه. يلا انت يلا اللي بتنزل بتصور الفلوس بتاعت الجمعيه بتاعت امك، انت ولا حاجه. يلا بينزل طبعا على ساوند تاني مش انا الشاب اللي في بالك، انا مش جاي من الامارات، وهو بيرمي الفلوس كده. انت مفيش حد يعرفك مبدئيا، انت مفيش ولا واحده بصت لك في حياتك، انت دوت عندك عقده نقص. روح رجع الجمعيه او اديها لام هيثم، لا اما تديها لامك قول لها وصليها انت، لان امك لو عرفت، امك لو شافت الفيديوهات ديت هتكربجك، هتمدك على شعرك المولت اللي انت عامله ده. رجع الفلوس بعد اذنك. وبعد اذنك انا بطلب منك طلب شخصي، بقول لك بعد اذنك ما تنزلش البوست وانت ماسك الفلوس ديت وتكتب تاخده كام وتبطلوا كلام، عشان انا هخش اكسفك اقول لك يا عم هات 7 جنيه، هات 5 جنيه ونص، مش معاك يا حبيبي. روح رجع الجمعيه لام هيثم، انت مش معاك ولا حاجه، انت صفر يا حبيبي. في نوع استغلال تاني برضو وده مشهور جدا، استغلال البقال او السوبر ماركت للبان الكلوريتس او اللبان في العموم. هم بيستخدموه كبواقي، مش بيبيعوا كلوريتس. يعني لو حد جه قال له عايز 2 كلوريتس مش هيديله، هو بيقول له والله العظيم انا اسف يا صاحبي، دي بتاعت الفكه، دي بتفك زنقه، يعني دي انا الناس بتدعي لي او بتدعي عليا بسببها. يعني واحد مثلا جاي هيفك من عندي $1,000,000، لا هديله بالباقي كله البان كلوريتس، مستقبله كله هيبقى مبني على اللبان الكلوريتس ده. فبعد اذنك اللي انت مش هترضاه ليا، ما انا مش هرضى ليك برضو. انت ترضى ان انا اجي اشتري منك حاجه واقوم مديك مثلا ب 50 جنيه البان كلوريتس؟ خلاص يبقى انت ما تهزرش معايا. انا بعد اذنك عايز 2 جنيه فكه، لان انا جاي افك اصلا عشان ادفعهم في المواصلات، لان هتخانق انا والسواق هنكسر بعض بسبب الجنيه ونص بتاع اللبان الكلوريتس اللي انت اديتوني ده. فبعد اذنك، وليه بتديني البان ترايدنت في نهار رمضان وانا صايم؟ انت عيان يا اسطى. نيجي بقى للاستغلال الايجابي، وفي حاجه في الاستغلال الايجابي الصراحه انا حاببها جدا وعايز اطبقها، بس انا قلت اقولها لكم ااول، ولو اتفقنا عليها كلنا هننزل نطبقها. بتشوفوا طبعا محلات اللي بتكتب على الحاجه ان ديت ب 99.9 او 99.99 او ب 999.9. انا نفسي استغل القرش ده، لان انت مادام استغلتني وعملت لي ماركتنج على حسابي، عشان كده بقى اللي هو ايه، مخك بقى مش هيخش في ال1000، او مخك لو هي 99 مخك لسه ما وصلش ل100، فانا هبيع لك ان هي 99 تمام. انا هاجي اشتري لان انت ضحكت عليا، الف مبروك انت ضحكت عليا، انا عايز القرش. بعد اذنك انا مش همشي غير لما اخد القرش. انا عارف ان مفيش حاجه اسمها قرش، خلاص هشتريها ب90، ما تضحكش عليا، ما تضحكش على مخي. اكتب على البتاع ب100، اكتب على البتاع ب1000 بعد اذنك. في بقى استغلال تاني، هو استغلال سلبي جواه استغلال ايجابي، وهو استغلال السواقين لارتفاع البنزين. السواقين اول ما بتعرف مثلا ان ارتفاع البنزين جنيه وربع في ليبيا، ليبيا عادي، ليبيا جنبينا بس هم جيران، بس غلوا البنزين جنيه وربع، السواق تاني يوم الصبح طبعا على الموقف بيغلي الاجره. الاستغلال بقى مش في هنا، الاستغلال مش اللي هو سعر البنزين عالي فهو بيغلي الاجره، هو بيستغل حاجه تانية خالص، ان هو بيغلي الاجره كسور عشان يعمل مشاكل ويخلي الناس هي تلم الاجره مع بعض ورا في العربيه يضربوا في بعض. هو بيكون سايق لان هو طبعا مشغول بالطريق بالبت اللي بيعاكسها وهو صايم في رمضان، بس هو بقى بيقوم مغلي الاجره ايه 75 قرش، جنيه و45.45 قرش، عشان طبعا انت هتقعد تكلمه يقول لك والله يا استاذ مش معايا فك. انا بقى عايز استغل وانا هديك فعلا الكلام ده، بس انا هطلب منك نفس اللي انا طلبته من بتاعه 99.9، انا عايز الباقي. ما تقوليش مفيش فك، انا هديك ال 14 جنيه 65 قرش، بس انا عايز ال 35 قرش الباقيين. اخترعهم لي، مفيش عمله بالكلام دوت، انا عارف ان مفيش عمله، بس انت هترخم عليا هرخم عليك. بعد اذنك لما تيجي تغلي الاجره، حتى لو البنزين غلي في لندن، غلي الاجره، غليها صحيح، غليها رقم صحيح. لو انت الاجره عندك ب10 انت عايز تخليها ب12.5، لا بعد اذنك خليها ب18 انا موافق، بس ما تغليهاش بكسر بعد اذنك عشان منع للمشاكل. في استغلال طبعا ايجابي بالنسبه للشخص دوت، هو ايجابي بس بالنسبه لنا سلبي جدا وكل الاهلاويه عارفينه، استغلال هاني سليمان للوقت.
الهاني سليمان اكتر واحد ضيع وقت في حياته، يعني دوت اللي هيندم على اللي فات بجد. هو الهاني سليمان بيندم لحد دلوقتي على اللي فات، انه ضيع وقت، ضيع وقتنا كلنا. الهاني سليمان فنان في تضييع الوقت، هو بيبدا الماتش اصلا بيضيع ال 90 دقيقه، الماتش ما بيتلعبش، يعني كلنا عارفين اي ماتش الهاني سليمان فيه الماتش مش هيتلعب، الماتش ضاع. في بقى استغلال ايجابي الصراحه انا بحبه جدا وطبعا كلكم بتحبوه، هو استغلال المكالمه اللي بتيجي للمراقب في نص الامتحان وانا مش عارف اي حاجه. انا حابب اشكر الشخص اللي اتصل بيه، وحابب اشكر مراته اللي اتصلت بيه واتطلقوا وهم قاعدين في اللجنه عندنا، لان انا من غيرك ومن غير الراجل اللي اتصل بالمراقب دوت انا ما كنتش هعدي، كان زمان لحد دلوقتي لسه بدرس. لان الصراحه انا بستغل المكالمه دي اجمد استغلال، ان انا خلاص بجاوب، لان انا ما ببقاش عارف اي حاجه والحمد لله بجاوب. يعني بعد ما المكالمه دي بتيجي بيقعد يتخانق مع مراته بيطلقها في المكالمه ديت، بس هو خلاص بقى هينفض لك، اصل هو مستقبله دلوقتي بيضيع وانا برضه مستقبلي بيضيع، احنا الاثنين مستقبلنا بيضيع. بس الفكره ان انا لحقت، يعني انت مراتك اتصلت بيك ضيعت مستقبلك وقالت لك خلاص ان انا لازم اتطلق دلوقتي لان انت نزلت وسبت النور عليا مفتوح وانا نايمه. مش مشكلتي بس انا عايزك تركز في المكالمه اللي انت بتكلمها ليها في التليفون ديت وطلقها باحترام، لان انا عايز اخد السؤال الثالث بتاع علل، لان مستقبلي هيضيع برضه، فمش احنا الاثنين مستقبلنا هيضيع. اتفضل كمل المكالمه، وانا الصراحه بحبك وبحب اللي اتصل بيك. دلوقتي بقى جينا للفقره اللي انتوا بتشاركوا فيها، وسالتكم على انستجرام عن الاستغلال وايه اغرب حاجات حصلت معاكم عن الاستغلال. الصراحه الاجابات كلها صدمتني، لان الناس خدت الموضوع بجد. لقيت اللي بيقول لي استغلال الثقه وان حد يخوني، استغلال الشخص يا عم انا جاي اهزر، ما تاخدنيش بجد. في حد بيقول لي استغلال العبط، متفهم وبتنفع اوقات، اللي هو الناس اللي بتسوق الهبل، يعني عارف انت الناس اللي بتسوق الهبل، وفي ناس بتسوق العبط. الموضوع ده بينفع، بيعديك من مواقف كتير برضو. في واحد بيقول لي واحد بيمشي معاك عشان تديله رقم صاحبتك، هو انت اللي مش جدع، هو مش مستغل، انت اللي مش جدع، لان انت لو جدع كنت عملت كده من غير ما هو يقول لك، فراجع نفسك يا اسطى. في واحد بيقول لي استغلالي لابويا عشان اكبر ومصروف عليا واتجوز وارميه في دار مسنين، العقوق لعبتي. اول حاجه انت محتاج تتعلم لغه عربيه تكتب، ومحتاج تتعلم تربيه دينيه، يعني تعلم الاثنين دول عشان تعرف تكمل حياتك، من غير الاثنين دول انت هتضيع. انت اللي هتروح دار افتاء يحللوا لك بقى، لان انت ضايع معاك خالص. دار الافتاء هينصحوك تعمل ايه، انا انصحك تروح لدار افتاء. واحد بيقول لي مره واحد صاحبي عزمني على الاكل في بيته، ودخلت الحمام وسمعت اخوه بيقول له، قلت له على عربيه الرمل اللي هيطلعها معانا. ده غالبا دي حاجه بديهيه، دي ما فيهاش اي استغلال، معروف ما فيش حد بيعزم حد في بيته غير لما يكون في نقله رمل، دي معروفه. يعني انت غالبا اللي عندك كده مشكله. صنعت محادثه وهميه لابوي مع امراه وصرت استغل بها من رقم جديد وصار يبعت لي فلوس مشان ما افضحه. الصراحه دوت عاجبني جدا، الموضوع ده عاجبني جدا، برافو. عديت استغلال الناموس اللي انا اتكلمت عليه، واستغلال الواد اللي بياخد السكرين بتاع الستوري. الصراحه نقوم نسقف لك كلنا، عشان برضو انت كده ابوك ما يغلطش تاني او ابوكي ما يغلطش تاني، وانت في نفس الوقت عملت مصلحه. يعني انت مش هتغلط وانا هسيبك تغلط، انا هاخد حق امي منك، وفي نفس الوقت هعلمك انت وابوك رايحين النار من الاخر. يعني في واحد بيقول لي بستغلك عشان اخلص النت، بقول بتفرج على سكر. ده حلال، استغلال حلال جدا جدا، وانصح كله يستغلني عشان يخلص باقه النت. وروح قول لابوك، يعني فرج ابوك على الفيديو بتاعي هيجددوا لك على طول، لا اما يرميك بره البيت ويجي يشتمني يعمل لي بلوك. وبس كده يا جدعان، ده كان الموضوع النهارده، وده كان التيت والشريط والحكي والميكي وكل الحاجات الحلوه ديت. وصلنا لاخر الموضوع وتمام لحد هنا. فانا هشام سكر، وده التيت والشريط. السلام عليكم.